واحد التاجر كان لاباس عليه وعنده ببغاء عنده سميتوش داير ليه واحد القفص ذهبي. مهم قاد ليه القفص وهذاك الببغاء كان زوين وذكي وكان تيهضر ليه مع الكليان وداير ليه الجو مزيان. صافي واحد النهار هو سميتو هذاك التاجر بغى يمشي للهند، وفاش كان غادي للهند هو يقول لهم كلشي، تيقول العائله ديالو الببغاء هذا قال لهم شنو اللي بغيتو شنو نجيب لكم شنو ندير لكم هذا. والببغاء هو يقول ليه شوف الا مشيتي لهذوك الغابات، الا دزتي من حدا شي غابه وبانوا لك الببغاوات، قول لهم انني انا راه مسدود عليا في قفص ذهبي، وانني اشتقيت للحريه والاصدقاء وهذا. صافي هي هذيك التاجر مشى للهند، مشى باش ياخذ هذاك الشيء ديالو. صافي كان دايز ويلقى واحد الغابه فيها الببغاوات، وهو يوقف ويقول خاصني ولا بد نصيفط نقول الميساج اللي عطاني هذاك الببغاء ديالي. قالها ليهم، وهو واحد فيهم من هذوك الببغاوات طاح وسخف مات. صافي هذاك التاجر عاد تيبقى فيه الحال كيفاش انا قلت ليه هذا الميساج وهذا ومات المهم بقى فيه الحال انه كان بحال دار له الذنب. صافي فاش جا هو يجي للدار ديالو ويعاود ليهم ها اللي وقع ليا ها اللي وقع ليا وهذا وهذا وهذا، وراني قلت ليهم داك الميساج اللي قلتي ليا راه مات. هذاك الببغاء ديالو غسمع هذاك الجمله وهو يطيح حتى هو مات. هذاك التاجر مسكين تخاف وتخلع ومشى تيجري حل على الببغاء القفص. غير حل عليه القفص وهو يخرج وطار ما بقاش بان. هنا تيبان لك ان شوف القفص ذهبي وكل شيء وكان مهلي فيه، ولكن الحريه ديال الانسان ولا ديال الحيوان ما تتباع ولا تتشرب تمام. يعني واخا ما عرفت شنو دار معاه، كان دايما الحريه ديالو بين عينيه وباش يطير ويولي حر.